Hello everyone. واحد الظاهرة كنشوفوها بزاف هي فين ما كتخرج السحر الصديقي شي خروج اعلامي كنلقاو بزاف ديال الناس كينتقدوها، يعني الاغلبية الرجال ولكن حتى العيالات. وهذا الشيء ماشي غريب، يعني في هذا الفيديو غنشرحوا علاش. اولا كتجينا غريبه نشوفوا مثلا مراه كتهضر ماشي راجل، لان حنايا في الميديا ديالنا مولفين غير رجال اللي كيهضروا، غير رجال اللي كيعبروا على الاراء ديالهم، كيهضروا على ريوسهم. يعني المراه مثلا كتكون غير المراه غير الصوره، المراه غير الانستغرام، حوايج مكياج. باش غنهضر على الحوايج اللي عجبوني بزاف في الانترفيو ديال السحر، كاينين 5 د الحوايج. غنبدا بالحاجه الاولى، هي الثقه ديالها في نفسها، وانها ديريكت، كتجيك ديريكت وعارفه القيمه ديالها. عامه العيالات كل ما كيكبروا كل ما كتزاد لهم الثقه في النفس، كل ما كيبقاوش داك كما قالت البيبل بليزين، خصها ترضي كل شيء، خص كل شيء يكون فرحان بها. يعني كتولي تسبقي راسك هي الاولى، هذا ان بوين بوزيتيف بزاف. ومع الاسف البنات غالبا ما كيكبرش معاهم هذا الشيء، يعني بما اننا في واحد المجتمع ذكوري، الاغلبيه اللي كيكونوا كياخذوا بزاف ديال الشكر والادميراسيون من عائلتهم هما مثلا الدراري. اما البنات يعني قليل فين كنشكروا فيهم. كيكون مثلا الاخ هو المفضل في العائله، وحتى من عند الام، يعني هادشي ماشي غير الرجال هما السبب. ف... فطبعا كل بنت مع الوقت كتبني ثقتها بنفسها، وكل ما كتكبر فلاش كل ما كتزاد ليها الثقه. دي معروفه عند كاع العيالات، كيقول لك زعما كل ما كنكبر كل ما زعما كنزيد نثق في راسي. وان اوتر بوين اللي عجبني هو انه هضرات في واحد اللحظه قالت لك يعني الصبر ما كينفع في والو، ماشي عامه يعني. واحد الحاجه كنلاحظها بزاف في المجتمع ديالنا، كنديروا داك القضيه ديال المؤمن مصاب. يعني شي واحد كيكون في واحد لا سيتوياسيون كارثيه، واحد الوضعيه كارثيه وكيبقى فيها. علاش؟ لان كيقول راه كل ما عانيت راه هادي وراه غندخل الجنه ما عرف شنو. الوغ مثلا شنو هي شي سيتوياسيون غنصبر عليها، شي سيتوياسيون اللي غتجيب لي النفع. مثلا عندي شي امتحان وخصني نراجع فيا ستريس، خصني داك الفتره صعيبه خصني نديباسيها. مثلا شي خدمه صعيبه، خصني مثلا انا ستاجير خصني نصبر هاد العام باش ناخد الدبلوم ديالي، شي حاجه بحال هكذا. ولكن مثلا هي غتصبر، مثلا هي في علاقه مع شي واحد ما كيقدرهاش، ما عندها معاه مشاكل، ما نعرف ما عرفتش انا صراحه النوع ديال المشاكل اللي عندهم. اللي بغيت نقول هو اون سيتوياسيون اللي يعني ممكن ما غتربح منها والو. يعني لا صبرات مع داك السيد ممكن ما غير غتزيد تفقس في راسها، والصحه ديالها النفسيه والجسديه غتدمر. ماشي يعني بحال مثلا كتسنى شي حاجه ايجابيه في المستقبل. كما قلت لكم الصبر فيه وفيه، يعني الا ما كان كينفع في والو راه خصك تخرج من داك لا سيتوياسيون. راه ماشي ما غتبقاش تقول لا خصني نعاني حيت ما عرف شنو والفلسفه وداك الشيء ما عجب. واحد لا سيتوياسيون مسلككش يعني خصك تخرج من داك لا سيتوياسيون. بوين فينال. الحاجه الثانيه اللي عجبتني في سحر بزاف هو انها elle était vulnérable في الانترفيو ديالها. يعني هضرات على الموت ديال باها، كيفاش داك التجربه كانت صعيبه. مثلا كانت صريحه بزاف عاوتاني فاش سولها قال لها زعما واش جاك شي دور ماشي واعر واش غتلعبي، قالت لي زعما راه ضروري، راه I gotta get my money. زعما elle était vraiment honnête، وهادشي عكس بزاف ديال الفنانة. لو بوين الثالث اللي نقدر نهضر عليه هو انها she has standards. قالت لك مثلا في الشريك اللي غتختاروا في المستقبل، يعني عندها خصو يكون قال لك متفتح، خصو يكون بفلوسو، خصو يكون ماشي، وخصو يكون فيه الضحك. يعني هادو هما لي ستاندرز ديالها، وهادشي شي حاجه بوزيتيف بزاف. يعني هادشي كيبين ان السيده ماشي غتحماق على الزواج، ماشي اي واحد اللي جا بسم الله. وهادشي زعما سي تري بيان باسكو هي وقتها ثمين، وما غتبقاش تضيع وقتها على شي حاجه ما مسلكاهاش. يعني هي عارفه شنو باغا، والا ما كانش داك الشيء راه زعما elle va pas accepter. وهادشي قليل البنات اللي كيديروه، لان الناس كيكونوا غيحماقوا على الزواج، كيكونوا
ما عرفتش شنو سحب لهم هاد الزواج هذا في الاخر كيكونوا ديسو ابري. هادشي كيدينا لو بوين الرابع، هو ان كتقول لك وقتها ثمين. يعني ما غتبقاش غير هي غير كتضيع في وقتها على علاقات غير المفيده. يعني في بلاصه ما مثلا شي واحد كاع غيكون كيتعامل معاها خايب ولا شي حاجه، فهي غتفضل هذاك الوقت دير فيه حاجه اخرى، تمشي تكون مع بنتها، تربح فيه الفلوس، تنعس كاع. ايوا يعني بزاف المرات حنا العيالات ما كنديروش شي ثمن على الوقت ديالنا. بحال مثلا المراه فاش كتكون ربات بيت راه كيكون الوقت ديالها فابور، يعني النهار ديالها كامله كيمشي فابور. والراجل ما عمره ما غيدير هادشي، يعني الراجل راه كيدير داك من 8 ديالو ل 6 ديالو، وخصو ضروري يكون مخلص عليها. انا كنهضر على لو ستيريوتيب. الاغلبيه ديال لي موديل اللي كاينين كتلقى الراجل صافي كيمشي يخدم داك الخدمه ديالو اللي كيتخلص عليها، وابخي ما كيعاون في الدار، ما كيدير حتى شي حاجه. الوغ كل مرا مسكينه يعني ما عندهاش شي توقيت، ما عندهاش 8 6. هادي راه النهار كامل، يعني ولادها راه كيفيقوا بالليل يبكيو وراه كتمشي تعتني بهم وداكشي. اوف كورس جو جينيراليز با، ماشي هادي ماشي لا جينيراليتي، راه بداو العقليات كيتبدلوا. ولكن غير بغيت نقول العيالات ما عندهمش داك لو كونسيبت ديال ان وقتهم كيسوى الفلوس. يعني انا تا وليت كنتخلص بالنهار عاد زعما طلع معايا داك الكونسيبت، زعما راه فريمون شي واحد الا عطيتو ساعه من وقتي، زعما راه فهمتي غتمشي داك الساعه غتكون مشات ليا واحد. زعما غنقول شكون اللي اهم عندي، واش داك لا بيرسون نهضر مع داك الساعه، ولا نمشي نخدم ونربح واحد 100 اورو. هذيك الساعات كطلع معاك. ونفس لو كونسيبت بالنسبه لا كويزين. يعني لا كويزين هي غطي واحد الساعتين غتوجد فيهم ما عرفتش شي طاجين ولا شي حاجه، راه داك الساعه غتمشي دير بها شي اشهار ولا شي حاجه، غتربح فيها يعني عشرات المرات داكشي الثمن ديال داك الطاجين ولا هذاك. يعني كما قلت لكم، كل ما الانسان كيكون عنده الدبلومات ولا الاكسبيريونس ولا المهارات، راه الوقت ديالو كيولي بالفلوس. ما تقدرش شي شخص كيربح مثلا يقدر يخدم ساعه يربح 2000 درهم، تقول ليه هاد الساعه طيب فيها ولا قابل ليا ولدي ولا شي حاجه، راه امبوسيبل. اخر حاجه غنهضر عليها، اخر بوين وقالتو مهم بزاف بزاف بزاف، هو الناس ماشي بحال. ماشي كاع الناس خصهم يولدوا، ماشي كاع الناس خصهم يتزوجوا، ماشي كاع الناس. يعني دابا غنقول لكم، تخيلوا معايا شي واحد من المحيط ديالكم ما كانش خصو يولد دراري، وانا سيغ غيطيح عليكم او موان اون بيرسون، او موان الا ما كانش كثر، والا ما كانش المحيط ديالك كامل. راه فريمون شي مرات راه خصوصا في المغرب، يعني الناس ما عارفينش كيديروا بزاف د الحوايج، ما كيعرفوش اش كيديروهم، حيت كلشي كيديروه. وخصوصا في المجتمعات الشرقيه. يعني المهم حنا واخا ماشي شرق، ولكن يعني حتى الجابون كتلقاوهم كاملين دايرين الكاري في المدرسه، شعرهم كحل. يعني ديك النهار قريت فريمون بنت غير جات صابغه شعرها ما عرفتش بالقوي ولا شي حاجه خبا خلاوهاش تدخل المدرسه. فالمجتمعات الشرقيه واحد المجتمعات موحده. يعني الا خرجتي على القاطع كتكون ما كيتقبلوكش الناس، الوغ كل واحد خصو يعيش حياته كيما بغا. يعني انت شي حاجه ما مقنعاكش ما ديرهاش. انت مثلا مالك مثلا بزاف د الرجال كنشوفهم مثلا ما كيديو مثلا ما كيديوهاش في ولادهم، ولا مثلا فاش كيطلقوا من المراه صافي كيتخلاو على داك الدراري وداك الشيء. انا كنقول زعما علاش تزوجتي من الاول، ولا مثلا غير على واش ولدتي. يعني مثلا غتلقى شي مراه غتقول لها راه غنتزوجوا مثلا ما غنولدوش، ولا ما تزوجش كاع، وصافي غتعيش حياتك بحال هكذاك. يعني انت علاش ولدتي الدراري وانت ما باغيهمش؟ هادشي زعما اتس ريلي ساد. زعما ما فهمتش علاش الناس كيديروا بحال هكذا. اخيرا بغيت نسالي هذا الفيديو، بغيت نقول لكم راه فريمون العيالات خصهم يهضروا اكثر. وزعما انا عارفه هادشي صعيب، عارفه بزاف ديال الناس غيتنمروا عليها، غيتنمروا على شي عيالات اخرين الا جاو هضروا على شي مواضيع اخرين. دوكو زعما راه سي با فاسيل، راه ماشي زعما. انا كنت فهم ان العيالات كيفضلوا مثلا غيتصوروا ولا شي حاجه على انهم يجيو كيهضروا ولا يجيو كيعبروا على لي زافي ديالهم. وكنشوف انا لي كريتيك كنشوفهم راه سي با فاسيل.
ومهم بغيت نقول بهاد الحلقة عجبتني بزاف ديال راديو دوزيام، شحال هادي انا متفرجتش فيه، هادي شي 10 سنين واقيلا ملي كنت في الطوموبيله ديال ملي كنت في الطوموبيله سايق بينا بابا وداك الشيء. يعني اخر مره تفكرت راسي كنسمع ليه، ومومو قاد لاكسون ديالو، كانت عنده واحد لاكسون معكله. زعما جو سوي كونطونط انه قاد، زعما سي بيان، زعما راديو ماروكان وداك الشيء سي بيان. وكانوا الاسئله ديالو في المستوى مع سحر، جي بيان ايمي لي كيسيون، يعني ما قالش ليها شي حاجه جارحه، ما قالش ليها شي حاجه سكسيست. وتالي les autres personnes اللي avec lui ما عرفتش زعما c'est qui exactement. Je pense qu'ils sont encore jeunes. Ils ont eu des questions à poser à la fin. C'était de bonnes questions. يعني I had that the Breakfast Club vibe. غير هو ما المهم هذا واحد البرنامج امريكاني، راديو شو. غير هو ما هضراتش البنت بزاف، وتا داك الدري الاخر ما هضرش بزاف. كان المهم مومو هو لو سونتر. Du coup voilà, dites-moi ce que قولي شنو، واش عجبتكم لا فيديو، واش عندكم شي تعاليق، شنو كي كتجيكم سحر، واش متفقين معايا، واش ما متفقينش معايا ولا معاها. وإلا بغيتو نهضروا على شي مواضيع اخرى، وإلا عجبتكم الحلقة ولا الموضوع، ديروا اشتراك لاشين ديالي وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وبسلامة إلى حلقة أخرى.